حكم تفسير الأحلام والتأثر بفحواها إن كانت مبشرة. نحن لا نقطع أن كل ما يراه المؤمن في نومه من الله، بل هناك أشياء من الله مبشرات أو محذرات، وهناك أحلام وتخويف من الشيطان، وهناك حديث نفس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فليس كل ما يراه الشخص في منامه من الله عز وجل، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على 3 أقسام: رؤيا من الله مبشرات، ورؤيا من الشيطان يخوف بها العباد أحلام، وحديث نفس كما بين النبي. يعني أنت مشغول بأمر تنام فترى نفسك تتحدث فيه.